السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه كل يوم: أنا بعمل إيه برصيد الستر اللي ربنا صرفهولي؟ بحمد ربنا عليه وبحوط عليه بالتقوى، ولا بغتر بيه وبتمادى في غلطي؟ بستغل إن ربنا سترني مرة وبكرر نفس الذنب 1000 مرة؟ السلام عليكم. قاعد في أمان الله وبفتح تليفوني علشان أبص بصة صغيرة كده على الفيس، ألاقي خبر بيقول إن انفصلت عن فنانة زميلة وعيالنا اتشردوا في وسطنا. أنا لسه صاحي من النوم مش فايق قوي يعني، فمش عارف أنا انفصلت عن الفنانة دي إمتى، ولا فاكر أنا اتجوزتها إمتى أصلا، وعيالنا مين دول، وإيه كمية الأحداث اللي حصلت لي في حياتي وأنا نايم دي. أمال لو كنت نايم بدري كان حصل إيه أكتر من كده؟ المهم فتحت الخبر، طلع بقى بيتكلم عن شخصية أنا بلعبها في فيلم من أفلامي، يعني اللي اتجوز وانفصل وعياله اتشردوا البطل والبطلة، مش أنا والفنانة الزميلة. هل الصحفي المحترم اللي كتب الخبر بالصياغة دي مش عارف الفرق بين الشخصية وبين الممثل؟ عارف طبعا. أمال هو ليه بيعمل كده؟ علشان يجيب رجل القارئ. فكرني بالصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين الله يرحمه لما كتب في مانشيت بيقول فيه: أكتب لكم من سرير فاتن حمامة. والدنيا اتقلبت، والست فاتن حمامة انزعجت جدا لما شافت عنوان الخبر. لكن لما تيجي تقرأ الخبر نفسه هتعرف إن مصطفى أمين كتب المقال ده وهو عيان في المستشفى، وإن السرير اللي كان نايم عليه ده كانت نايمة عليه قبله الفنانة فاتن حمامة. بعض الناس بيدوروا على الفضايح، لو ما لقوهاش ممكن يصنعوها. أنا مش عارف ليه عموما، بس الفكرة دي خلتني أسأل نفسي سؤالين. السؤال الأول: يعني إيه كلمة فضيحة أصلا؟ الفضيحة ببساطة هي إن ستر ربنا على الإنسان يتكشف. طب مين أول إنسان ربنا سبحانه وتعالى كشف ستره عنه في الوجود كله؟ أبونا آدم وأمنا حواء. لما تيجي تركز شوية في اللي أبونا وأمنا عملوه هتلاقيه غريب جدا، وبصراحة في شوية جرأة. يعني 2 عايشين في الجنة، لا وراهم شغل ولا ناقصهم أي حاجة، وبياخدوا تعليماتهم من ربنا. اللي هي إيه بقى التعليمات دي؟ أمر واحد بس: ما تقربوش من الشجرة دي. عندكم كل شجر الجنة فيه كل اللي نفسكم فيه، كلوا زي ما انتوا عايزين، بس الشجرة دي بلاش. صعبة دي في حاجة؟ لا. ومع ذلك عصوا ربنا. وعشان تفهم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم، إنه برغم كل ده هو اللي ألهم آدم صيغة الاستغفار علشان يغفر له. لكن قبل ما يغفر له تعرف ربنا عمل معاهم إيه أصلاً علشان ينبههم إنهم غلطوا؟ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اتعروا لأول مرة في حياتهم. وده اختلف فيه المفسرين، اللي قال إن ربنا سبحانه وتعالى كان ساترهم، واللي قال إن كان عندهم براءة مخليهم أصلاً مش مدركين فكرة العورة دي قبل كده. المهم إنهم أول ما غلطوا ربنا كشف عنهم حالة الستر دي. السؤال بقى: ليه ربنا عاقبهم بالعقاب ده بالذات؟ يعني ليه كشف عنهم الستر؟ ليه مثلاً ما خلاش بطونهم توجعهم بعد ما أكلوا من الشجرة، مع إن ده أقرب لسياق القصة؟ ليه اختار كشف الستر تحديداً يعني؟ هقولك إن الإجابة في نفس السورة، سورة الأعراف، وبعد الآية دي ب4 آيات بس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اللبس اللي بيستر جسمنا والتقوى اللي بتستر حياتنا كلها، وقال إن التقوى أفضل كمان. يبقى كشف الستر في قصة أبونا آدم وربطه بالمعصية ده أمر رمزي. ما تبصليش عشان قلت رمزي، أنا بتكلم بجد. الرمزية هنا معناها إن الستر مرتبط بالتقوى. كل إنسان فينا عنده رصيد من الستر. الرصيد ده محدود مهما تصورت إنه لا نهائي. كل واحد مننا عنده عدد من الفرص إنه يغلط وربنا يستر غلطه، بس محدش فينا يعرف عدد الفرص المتاحة ليه.
ولا حد فينا بيعد الفرص اللي استهلكها، وبالتبعية محدش فينا عنده فكرة رصيده هيخلص إمتى. المشكلة الحقيقية يا جماعة إن مفيش إنسان بلا جانب مظلم، مفيش إنسان ما عندوش خزنة شايل فيها أسرار ما ينفعش الناس تعرفها. واوعى تقولي إن صفحتك بيضة وإنك ما عندكش حاجة تتكسف منها. إذا كان الإمام سفيان الثوري بجلالة قدره، وده واحد من أكبر الزهاد والعباد على مر التاريخ، كان بيقول: لولا ستر الله علي ما جلست معكم. فمين أنا ولا أنت جنب الراجل ده؟ السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه كل يوم: أنا بعمل إيه برصيد الستر اللي ربنا صرفهولي؟ بحمد ربنا عليه وبحوط عليه بالتقوى، ولا بغتر بيه وبتمادى في غلطي؟ بستغل إن ربنا سترني مرة وبكرر نفس الذنب 1000 مرة؟ وهل أنا أصلاً فاكر ومنتبه كويس جداً لفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى ساترني فبحاول أنا كمان أستر عبيده؟ ولا بتتبع عورات الناس وبحاول أكشف سترهم؟ دي لوحدها ممكن تسحب رصيدك كله. الأخطر من كده يا جماعة إن في ناس بيكشفوا سترهم بإيديهم، يعني ربنا يستره بالليل، يروح هو يتباهى بذنبه ويحكي للناس كلها بالنهار: شفت فلانة مرات فلان ما خدتش في إيدي غلوة. لا، برافو عليك، انت عملت مصيبة يا حبيبي دلوقتي. كشفت ستر إنسانة يمكن لسه رصيدها ما خلصش، وكشفت معاها سترك انت شخصيا. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أنا مؤمن تمام الإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيكرهش عبيده، العاصي بقى، الطايع، الغرقان في ذنوبه. ربنا بيحبنا كلنا، وحتى لما بيقرر يعلم حد فينا درس بالطريقة الصعبة فده علشان مصلحته، علشان يفوقه، علشان ينقيه ويخفف من حمولته التقيلة، مش علشان يضره ولا يعاقبه. ولذلك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستخدم معاك سياسة كشف الستر علشان ترجع له وتتحامى فيه، زي ما حصل مع أبونا وأمنا الأوائل، كشف ستره عنهم وبعدين ألهمهم التوبة. أنت مش مضطر توصل نفسك للمرحلة دي، تقدر تحافظ على رصيدك وترجع لربنا وانت لسه مستور. مش بقولك ما تغلطش، كلنا بنغلط وهنفضل نغلط، بس بقولك احترم ربنا حتى وانت بتعصاه. بلاش تستسهل الغلط، خلي وقوعك في الغلط بعد سلسلة كبيرة من محاولات تجنبه. ولما تغلط اندم، ولما تندم حاول ما ترجعش للغلط تاني. وصل لربنا رسالة مباشرة كده بتقول: يا رب أنا محتاج لسترك، بلاش تكشفه عني. أنا بغلط وعشمي إنك تسامحني، بس لا مستهين بيك ولا متجرئ عليك. أنا المقطوع فارحمني وصلني، ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. ربنا يسترنا ويستركم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وكل سنة وانتم طيبين.